السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. الوصفة تاعنا اليوم راح تكون طاقة أو شوكولا، حتكون سهلة بسيطة، مكوناتها موجودة في كل بيت. كما تعودتوا معايا دايما الوصفات اللي نحضرها معكم وصفات اقتصادية. قبل ما نبداو الوصفة تاعنا اليوم نقول لكم البنات شجعوني بلايك، وكذلك الأخوات اللي يزوروا لأول مرة القناة نقول لكم شجعوني بالاشتراك في القناة، وهذا دايما من أجل استمرارية القناة. نبداو على بركة الله. طريقة تحضير هاد الكيكة: أول حاجة راح نبدا في تحضيرها، نبدا نحضر في العجينة. في إناء نحط 125 غرام لا مارغرين، نزيد عليهم نص كاس تاع زيت ونص كاس تاع سكر عادي، نحط عليهم حبة تاع بيض كاملة مغرفة معمرة، تكون معمرة مليح من لافاني باش نعطيها هكذا انغو يكون شباب لهاد لاباط، ونضيف معاهم رشة تاع الملح. نخلط هاد المكونات مع بعضها البعض هكذا مليح بالباتور حتى تتجانس كامل، ورايحة نتحصل على كريمة. هنا فقط كملاحظة الأخوات اللي ما عندهاش الباتور تقدر تعوض السكر حبيبات بالسكر الناعم هكذا، وتقدري تخلطي هاد المكونات فقط بالفوي ولا بالمغرفة. بعد ما تتجانس كامل المكونات نبدأ نضيف في المواد الجافة. هنا عندي نص كاس تاع لا مايزينا، كاس الأول تاع الفرينة والكاس الثاني تاع الفرينة. هنا بالنسبة للمواد الجافة دايما من الأفضل أنك تغرب ليهم عند الاستعمال. ونحتاج كذلك هنا رشة من الخميرة الكيميائية، هنا حطيت على راس المغرفة تاع الخميرة الكيميائية كمية تكون صغيرة. نبدأ ندخل في هذه الفرينة هكذا، ونحاول أنني ما نعجنش، ندخل فقط بأطراف الأصابع. هنا بالنسبة للفرينة خاصة المبتدئات نقول لكم ضيفوها تدريجيا هكذا باش ما تغلبكمش، لانه حجم الفرينة اللي تضيفوها دائما للعجينة تاعكم نذكركم نقول لكم تختلف على حسب نوعية الفرينة اللي تستعملوها، وكذلك حجم الحبة تاع البيض المستعملة. هنا ضفت نص كاس، نزيد ندخلو هكذا غير بشوية ونشوف القوام اللي رايحة نتحصل عليه. هنا العجينة مازالها تحتاج للفرينة، رايحة نضيف نصف كاس آخر من الفرينة. هنا كمية الفرينة اللي استعملتها 3 كيسان تاع فرينة مع نص كاس تاع لا مايزينا. نكمل نجمع هكذا حتى نتحصل على هاد العجينة اللي تكون طرية وتكون هشيشة هكذا. رايحة نتحصل على هاد القوام، ما تكونش يابسة بزاف وما تكونش طرية تلصق في اليدين. نحطها في كيس بلاستيكي، نغطيها مليح ونخبيها في الثلاجة، نخليها ترتاح حوالي 10 دقائق فقط. بالنسبة لهاد الكمية تاع العجينة راح تخرج لك 2 طارتولات من الحجم الكبير، وتقدري كذلك هنايا ديري 1 طارت الحجم الكبير، وكذلك العجينة اللي تبقى لك ديريها في لكيسات صغار. هنا حليت العجينة بعد ما رشيت المول شوية بالفرينة. نحل العجينة هكذا داخل المول، نسقملها مليح الأطراف تاعها ونحي كامل هذيك العجينة الزائدة. هنا بالنسبة لهاد العجينة تقدري تحتفظي بها في الثلاجة لمدة يومين أو 3 لا أكثر هكذا. نثقبها كامل هكذا في الوسط، ورايحة نحطها تطيب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. لما نشوف هذوك الأطراف تحمروا كامل رايحة نحيها من الفرن. من جهة أخرى لتحضير هاد الكريمة حتكون كريمة سهلة وبنينة بالبزاف. عندي نص لتر تاع حليب، نحط عليها نص كاس تاع السكر، مغرفة صغيرة تاع لافاني تكون معمرة، ونبدأ نضيف في المواد الجافة. هنا عندي مغرفة كبيرة تكون معمرة مليح تاع الفرينة، مع مغرفة كبيرة تكون معمرة مليح تاع لا مايزينا، يعني يكونوا المغارف تاعي نعمرهم مليح هكذا حتى يولوا بومبي. نزيد معاهم مغرفة معمرة مليح من الكاكاو البني، يكون من النوعية الجيدة، لأنه هذا الكاكاو هو رايح يعطيني الذوق لهاد لا طاقة اللي حنحضرها وهاد الكريمة. نخلط مليح هاد المكونات حتى تتجانس كامل هكذا، نقعد نخلط مليح.
كي نشوف هداك السكر داب وهداك الكاكاو تحل كامل في هداك الحليب، نحطها فوق النار هكذا باش تعقد، ونقعد نحرك فيها حتى تعقد هكذا باش ما تشكليش هذوك الحبيبات. واذا هنا لا كريم تاعكم شكلت لكم هذوك الحبيبات، يعني رايحين نميكسيوها ولا تخلطوها بالباتور، رايحه تتحل كامل هذيك الحبيبات. هنا بعد ما تشوفوا لا كريم تاعكم غلات، خرجت هذوك الفقاعات، تخليها تغلي حوالي 2 دقائق هكذا باش طيب كامل هذيك الفرينه ولا مايزينا. بعد ما طابت الشوكولا نحيها من هذيك الكاسرونه. هنا في هذه المرحلة البنات لكم الاختيار، تحبوا تضيفوا لها علبة من الشوكولا، أنا هنا حطيت 50 غرام ما يعادل نصف علبة من الشوكولا السوداء، رايحة تعطيكم بنة لهاد الكريمة. وصدقوني البنات هاد لا كريم تجي بزاف بزاف بنينة، تجي روعة. ندخل هكذا مليح هكذا البنات، نغطي هاد لا كريم ونخليها حتى تبرد تماما ورايحة تتماسك هكذا بهذه الطريقة. حبيت نقول لكم البنات بلي هاد الكميه تاع لا كريم دارت لي اون طارت وحده برك. اذا حبيتوا ديروا دو طارت لانه العجينه هاديه راح تخرج لكم دو طارت، ولا تحبوا ديروا اون طارت كبيره مع دي طارتولات صغار، هنايا ما عليكم الا انكم تضاعفوا الكميه. انا هنا درت اون طارت بذوق الشوكولا، والعجينه اللي بقات لي راح نديرها اون طارت بذوق الفواكه او ذوق الفانيلا. هنا بعد ما طابت العجينه خليتها حتى بردت كامل. راكم تشوفوا البنات باش لاباط تاعكم تجي بنينه ولا طاغت تجي بنينه، لازم تاخذ هذاك اللون الذهبي كامل في الاطراف. هنا بعد ما العجينه جمدت نحكم الباتور ونخلطها كامل هكذا. شوفوا البنات رايحين تتحصلوا صدقوني على اون كريم تجي توب بزاف بزاف بنينه. من جهة أخرى هنا عندي حبات تاع البنان اللي حنقطعهم إلى شرائح تكون صغيرة. هنا نحتاج حوالي 2 حبات بنان، نعصر عليهم عصرة قارص هكذا باش يحتفظ هذاك البنان على اللون تاعو وما يكحلش. هنا بالنسبة لهاد المرحلة تبقى اختيارية، راح نفرش كامل هاد القطع تاع البنان هكذا فوق لاباط، كيما تقدري تحتفظي بهم وتفرشي قبل لا كريم وشوكولا وتزينيها من الفوق بهاد الدوائر تاع البنان. كذلك اذا ما كانش عندك البنان في الدار تقدري تعوضيه بنسلي كراميل ولا كراميل تحضريها في الدار وديريها من تحت. نضيف الكريمة تاع الشوكولا فوق القطع تاع البنان هكذا، نفرش كامل هذيك لاكريم هكذا ونحاول نغطي كامل هذوك القطع تاع البنان. نسوي مليح السطح من الفوقه. نجيب موس ونحاول انني نشكل هكذا خطوط بالموس. وبالنسبه لتزيين هاد الكيكه تبقى اختياريه، كل واحد يزين الكيكه على حساب الرغبه ديالو. هنا نحاول انني نعلم برك من الفوقه وندير هكذا خطوط بالشوكولا هكذا. هنا كنت ذوبت شوكولا سوداء، نحاول انني ندير خطوط تكون مستمرة هكذا. نحكم كوردون ونبدا ندير خطوط هكذا بهذه الطريقة هكذا البنات، رايحة تعطيكم شكل بزاف شباب. وكما تعرفوا البنان يمشي بزاف مع الشوكولا. بالنسبة لهاد الخطوط تحبوا ديرهم هكا خطوط متباعدة ولا تحبوا ديرهم خطوط متقاربة، هذا يبقى على حساب الرغبة ديالكم. وفي الطرف هكذا عندي هنا شوية تاع الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته، نزين كامل هادوك الأطراف هكذا بهذه الطريقة.
ونزيد نزينهم هكذا بشوية تاع حبيبات الشوكولا، رايح يعطيني منظر بزاف شباب. في النهاية البنات الكيكة اللي كنت حضرتها معاكم هاي اللي قدامكم بعد ما خليتها بردت، هذيك لاكريم حكمت روحها. نقسم لكم تشوفوا كيفاش تجي. صدقوني البنات تجي كيكة بزاف بنينة، ولاكريم هذيك تجي خفيفة. هاي لك البنات، ولاباط كيف كيف تجي مقرمشة وبنينة. ان شاء الله البنات الوصفة تاع نهار اليوم تكون عجبتكم وتجربوها للعائلة ديالكم وتفرحوا بها أولادكم. شوفوا البنات كيفاش تجي هذيك لاكريم، تجي اون كريم خفيفة وما تجيش هكذا كريمة متماسكة وما تجيش ثقيلة. في النهاية البنات نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنساوش تشجعوني بلايك وكذلك تخلوا لي تعليق. في النهاية نقول لكم أحبكم لله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.